أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة. في نهائي قبل الأوان أسود الأطلس يواجهون أبناء ليبيا، مواجهة صعبة تنتظر أبناء المدرب جمال السلامي. مشوار سهل للمنتخب المغربي بالوصول للمربع الذهبي متجاوزا كل الصعاب. بنفس العزيمة يواصل أسود الأطلس البحث عن بطاقة التأهل للنهائي. اللاعبون يدركون جيدا صعوبة المواجهة أمام المنتخب الليبي. مقابلة ما غاديش تكون سهلة. كنعرفوا المنتخب الليبي حتى هو منتخب اللي هو قوي، بصم على مجهودات جيدة في الدورات اللي فاتوا. كيختلف على المنتخبات الافارقه لانه حتى هو منتخب عربي وكيهضر بالعربيه بحالنا بحالو، كنعرفوه مزيان حتى هو كيعرفنا. المنتخب الليبي من جانبه يبحث عن مواصلة المشوار الناجح نحو النهائي. المنتخب الليبي أحرز اللقب قبل 4 سنوات بجنوب إفريقيا. الوصول للنهائي يمر عبر محطة صعبة أمام أصحاب الدار، مشوار طويل بحكم ان معنا الفتره قصيره نتاع بعد المباراه نتاع الترشح، معنا يومين بس وهم عندهم يوم زايد علينا، فمعناها تكون اريحيه اليوم اكثر. من احنا المنتخب المغربي منتخب قوي اكيد، واحنا عارفين الشيء هذا، واحنا حنامنوا بحظوظنا يعني للحظه الاخيره. يعني وصلنا لمرحله مع شفاء التراجع، ومعنا عاقدين العزم ان شاء الله نحن نحققوا نتيجه مرضيه لنا احنا ونترشحوا للنهائي. معنا مش حاجه صعبه، حنقاتلوا وحنوصلوا ان شاء الله. مواجهة مغاربية في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. المنتخب المغربي بدعم أنصاره يبحث عن تحقيق أول لقب في تاريخ البطولة أمام منتخب يمتلك عزيمة كبيرة، وطموحه لن يتوقف عند محطة نصف النهائي. مواجهة عربية بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، مواجهة ستضع منتخبا عربيا في نهائي على أمل أن يكون اللقب من نصيب العرب. نسيم عرش، بين سبورتس، الدار البيضاء. أهلا بكم جميعا على قناة أخبار الساعة.